عشان تعملوا لحمه مشويه حلوه فمحتاجين تتبيله تكون بسيطه ما تضيعش طعم اللحمه الاصلي، وفي نفس الوقت مكوناتها تكون بتساعد على تطريه اللحمه وان هي تطلع معاكم جوسي. ودي احلى وابسط تتبيله للحمه المشويه ممكن تجربوها. الكميه اللي انا هعملها دي هتكفي تقريبا كيلو من اللحمه. في الكبه هنضرب حوالي 3 بصلات. عايزين البصل يكون مفروم ناعم على الاخر عشان نعرف نصفيه من الميه بتاعته كويس. على ميه البصل هنضيف المكون اللي هيخلي اللحمه طريه بشكل مش متخيلينه، وهو اللبن. بضيف كوبايه كبيره من اللبن على التتبيله، واللبن بالنسبه لي احسن من الزبادي لانه مش بيغير نهائي من طعم اللحمه، وفي نفس الوقت هيحقق لي عنصر ان اللحمه تكون طريه. ضفت كمان الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر وبهارات اللحمه والكمون وورق اللورة بيضيع اي زفاره ممكن تكون موجوده في اللحمه. ضفت عصير ليمونه كبيره او ليمونتين وربع كوبايه من الزيت، اي زيت عندكم بس يفضل يكون زيت زيتون لو موجود، ده برضو تاني حاجه بتساعد ان اللحمه تكون طريه. شويه من الصويا صوص حوالي معلقتين كبار ودي اختياري. كده التتبيله بتاعتنا جاهزه، والتتبيله دي تنفع لاي نوع لحمه عندكم. هنضيف التتبيله على اللحمه، واهم حاجه ان التتبيله تكون مغطيه اللحمه تماما. نسيبها بقى منقوعه في التتبيله لمده ليله كامله. تاني يوم طلعوها وشووها بالطريقه اللي انتوا عايزينها، سواء على الفحم او على الجريل او حتى في الفرن. انا شويتها على الجريل، شويه زيت كده سخنتهم قوي ونزلت فيها بشرايح اللحمه وبدات اقلب فيها يمين وشمال لحد ما استوت. مده التسويه مش هقدر اقول لكم عليها لان في ناس بتحبها متسويه على الاخر، في ناس بتحبها مش ويل دان قوي، فحسب ما انتوا بتحبوها سووها. طلعوها واهم حاجه غطوها اول ما تطلع، وبالهنا والشفا.